السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد ان شاء الله مع بعض. نحضر الفطار سوا، نسمي الله كده ايه ونبتدي. النهاردة هعمل فطار، هعمل عصبان. كنت مقطعة شوية بطاطس كده، شوية سوري بطاطس ايه بصل، عشان البصل اللي عندي كله بقى اللي هو الصغير. قطعت كام بصلاية كده مع شوية زيت وحطيتهم على النار، وحطيت عليهم معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح. شوحهم كده، وكنت خلطة طماطم او شوية، وفي كمان شوية هحطهم عليهم، اسيبهم يتسبكوا. وكنت غاسلة برضو الخضرة ومصفياها. بحب احضر الحاجة طالما انا بعمل حاجة احب احضر كل حاجة تبقى مع بعض. بعمل الصعب لان التسبيكة هتبقى عايزة شوية وقت، اروح اعملها هي اول حاجة. بعدين او هنا حطيت معلقة مرقة دجاج، وهنا هحط نص معلقة كمون، وهحط معلقة كزبرة كبيرة، وهحط كمان شطة. هي كانت خيطة خلاص، يعني كانت قربت تتسبك، كان فاضل لها حاجات بسيطة كده وتتسبك. هنا هبتدي اقطع الخضرة. بحب الخضرة تبقى ياما في المحشي. المحشي بيبقى بيحب الخضرة والصلصة ياما. وبحب كمان احط على المحشي، بحب احط نعناع، بالذات على العصبان بيبقى طعمه حلو قوي، وبيديه ريحة جميلة قوي. وكان عندي نعناع جايباه امبارح، وقطعت عليه كده في المحشي. هنا كانت التسبيكة خلصت كده. انا عاملاها في حلة كبيرة، علشان لما لو احشي يعني العصبان احطه كل مرة واحدة، ياخد سوا واحد كل مرة واحدة. هقلبهم كده وهروح اغسل الرز. انا عاملة على الكمية دي، عاملة كيلو رز. الرز خلص، بس كان فاضل شوية عصبان، حطيتهم في كيسين كده رجعتهم تاني الفريزر. هاديهم بس تقليبة كده مع بعض، وابتدي احشي. وكنت في الوقت ده حاطه ميه تغلي في الحله على النار، يعني عشان لما مجرد ما احشي خالص اخلص الحشو بتاع العصبان اروح مسقطه فيه. وبرضه بحب اجيب في طبق صغير كده اخد شويه رز شويه شويه، عشان لو في حاجه يعني اتبقت من الرز ما يبقاش اتحط عليها العصبان ني. وبرضه ما بكبس العصبانه معايا، ما بكبسهاش، بسيبها كده براحتها. مش هفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم، وشكرا على الكومنتات الجميله اللي بتبعتوها لي، وشكرا طبعا على دعمكم ليا. وبرضو هعمل جنب المحشي، هعمل شوربة لسان عصفور. مش هعمل ياما، يعني هعمل طبق كده واحد بس كده جنب الاكل. هنا كانت المية غلت، وكنت خلصت الحشو، اسقيتهم كلهم في الحلة. انا بعمل في الحلة كبيرة عشان احطهم كلهم مع بعض. اخدوا بالظبط ساعة على النار، يعني يا دوبك خلصت كان فيش 10 دقايق والمغرب اذن. حبيت اشارك يومي معاكم، يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. مش هفكركم تاني حبايبي باللايك والاشتراك في القناة. هنا هعمل شوية لسان عصفور، كنت مطلعه برضو شوربة غليتها، ومعلقة سمنة على 4 معالق لسان عصفور. وده كان فطارنا النهاردة. خلاص مجرد ما تغلي كده هطفي عليها على طول. هنا خلاص كده هختبر بس العصبان استوى. هو كان استوى كده خلاص. هبتدي بقى اطلعه من الحلة وابتدي التحمير. جربوه يا بنات كده بالنعناع،
وشوفوا طعمه ايه. اكيد طبعا في ناس بتعمله بالنعناع، بس اللي ما بيعملوش تجربوه كده هيعجبكم قوي. حمر بقى كده، كان خلاص يعني المغرب قعد 10 دقايق كده والمغرب أذن. وده كان فطارنا النهاردة.